أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه إذا ما اندلعت حرب بين روسيا والولايات المتحدة فلن يبقى أحد على قيد الحياة. وفي حوار مع المخرج أوليفر ستون نشرت مقتطفات جديدة منه في موقع يوتيوب للفيديوهات يوم الثلاثاء. وفي معرض إجابته على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنتصر على روسيا في حال وقوع حرب ساخنة بينهما، قال الرئيس بوتين: أعتقد ألا أحد سيبقى على قيد الحياة. بوتين: الناتو يبحث دوما عن عدو خارجي لا تبرير وجوده. وأضاف متسائلا: الكتلة الشرقية لم تعد موجودة ولا يوجد الاتحاد السوفيتي، فما هو الهدف من استمرار حلف الناتو؟ وتابع: أعتقد أن الناتو يحتاج إلى عدو خارجي من أجل تبرير وجوده، وهو يبحث باستمرار عن عدو خارجي ويقوم بإثارة استفزازات بغية تمكينه من تسمية طرف ما عدوا.